السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو انتم من عشاق الدنت، يلا النهاردة هنعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا سريعا نشوف المقادير وطريقة التحضير. هنحتاج للتر من الحليب وعليه من 4 ل5 معالق كبار من النشا. ممكن نستبدل معلقتين بمعلقتين من الدقيق، لو مش حابة خلاص يبقى هو استخدمي النشا. هندوب الكلام ده بالمضرب كده، اللبن يكون معانا بارد. هندوب الكلام ده او هنخلطه كويس جدا بالمضرب السلك علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وبعدين في حله على النار هنحتاج من كوبايه لكوبايه الا ربع من السكر، وهنهدي النار خالص وهنسيبه يتكرمل لحد ما السكر يدوب معانا تماما. ليه بقولك من كوبايه لكوبايه الا ربع؟ لو انت حابه ان نسبه السكر تكون عاليه شويه يبقى هي كوبايه، لو انت حابه نسبه السكر تكون مظبوطه معاكي يبقى هي كوبايه الا ربع من السكر زي ما انا استخدمته بالظبط. السكر يتكرمل معانا ويدوب تماما، هننزل عليه بمكعب من الزبده او معلقه من الزبده وندوبها مع السكر كويس. وبعدين هننزل بخليط الحليب مع النشا وبالمضرب وايدينا في الحله وندوب بسرعه علشان ما يحصلش اي تكتلات معانا. ما تقلقيش، هتحسي ان السكر قفش كده معاكي مره واحده، مع الاستمرار بالتقليب كده هيفك وهيبقى تمام. هو ده القوام المطلوب. خلاص كده هتحسي ان هو شبيه بقوام الكاستر او المهلبيه. خطوه اضافيه، حابه تضيفي مكعبين من الشوكولاته مفيش اي مشكله. هنا الشوكولاته البيضاء في المرحله دي حابه تضيفيها مفيش اي مشكله، هي هتزود الطعم، هتدي هتزود معانا الطعم. خلاص كده يعتبر الوصفه خلصت، ولكن في خطوه اضافيه حابه تكمليها مفيش اي مشكله. هنا بقى خلاص هنعبي بقى في الكاسات، وبعدين لحد ما نوصل لربع الكمية هنسيبها، وبعدين هنضيف عليها حوالي من 4 ل5 معالق أو 3 معالق أو 4 معالق من الشوكولات شيبس، وهندوبهم على النار لحد ما الخليط معانا يتحول كده زي الشوكولاتة، زي خليط الشوكولاتة. وهتكون هي دي الطبقة التانية من الدنت. وهنبتدي نصب الطبقة التانية، وبكده خلاص الوصفة خلصت معانا. جربوا الوصفة وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوش كمان تكتبوا لي كومنت حلو تذكروا فيه نكتب فيه تعليق حلو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.